السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل صينية مكرونة بشاميل للناس المبتدئة، واللي البشاميل اللي بيعصلك معاه شوية وتجيبه جاهز ما تجيبهوش جاهز. معايا هنا بصلتين. اول حاجة هعملها في المكرونة بعصج اللحمة. معايا هنا بصلتين حلوين فرم ناعم، وبجيب هنا حوالي دومة نص كيلو لحمة مفرومة. في ناس بتشوح اللحمة الاول، بس انا بحب ادي سفاري كده للبصل وبعدين احط اللحمة. ومعايا هنا كمان قرنين فلفل اقطعهم ناعم، شوحها كويس بقى، وبعدين مفيش فيها حاجه خالص. وبعدين اضيف البهارات هنا، البهارات اللحمه على الورق اللورا، البهارات العاديه خالص يعني. التعصيب ما بياخدش حاجه يعني. دي الناس بقى اللي لسه متجوزين جداد المبتدئين مكرونه بشاميل. اكتر الناس بتعصلك معاه بسبب البشاميل، فبتجيبه جاهز. النهارده نعمله بدقيق، مش هنجيبه جاهز بعد الفيديو دي ان شاء الله. خلاص اللحمه كده استوت، انا سبتها على نار هاديه لغايه ما استوت. معايا هنا المكرونه انا بسويها، بغلي الميه بشويه ملح وبحط فيهم المكرونه لغايه ما تستوي. مش نص سوا، لا سوا، لان هي في الفرن ما بتاخدش سوا كتير. فبسوي المكرونه، مش بهريها، بسويها. معايا هنا بقى البشاميل دوت انا بحط زيت، وبحط فيهم مثلا على نص كيلو دوت احط 4 معالق دقيق. طيب انا هحط زيت قد ايه؟ الزيت انا عايزه الدقيق زي ما هو كده، يكون كل مبلول زيت، ما يكونش ناشف. لقيت الدقيق اكتر من الزيت ضيف كمان شويه زيت. المهم اول ما ياخدوا سفاري كده، بقوم مفضيه بقى اللبن اللي عندي. شايفين دي المضرب الصغير دي، المضرب دي مخلاش تكتل منك خالص، خلاش تعمل تكلكه ولا اي حاجه، على طول شغاله على طول. البهارات بتاعها شويه فلفل اسمر وشويه ملح بس. خلاص، يبقى معانا زيت نشوح فيهم 4 معالق دقيق. هنضيف اللبن وهنلفه باستمرار من المضرب الكهربائي عشان الديل ما يتكتلش. طيب حسيتي ان البشاميل مسك شويه وانت عايزاه يبقى سايب شويه، عندك شويه شوربه ضيفيهم. عندك غلبت خالص، عندك ميه السلق بتاعه المكرونه ضيفي بتاع كوبين ميه مكرونه لغايه ما يدي السمك اللي انت عايزاه، وتطفي النار. وبيتعمل على نار هاديه، البشاميل بيكون على نار هاديه. طبعا جبت نص المكرونه، هديهم كده في شويه بشاميل، واخلي القاع بتاع الصينيه بشاميل. هنا ضفت اهوت النص، انا جايبه حوالي كيلو الا ربع مكرونه على نص كيلو اللحمه. على الصينيه ديت كيلو الا ربع مكرونه. هضيف هنا اللحمه المتعصجه، يبقى نص المكرونه. هحط في اخر الصينيه بشاميل على نص المكرونه على اللحمه، واحط بقى بقيه المكرونه في الطبقه الفوقانيه، وهضيف البشاميل. طيب البشاميل اللي هضيفه كله، انا عايزه الوش الصينيه يكون احمر. طبعا هضيف هنا البشاميل وهسيب بس حاجه بسيطه في الاخر. عندك بقى حاجتين، يا اما تحط على الوش جبنه موزاريلا هيديلك لون حلو، يا اما حاجه عندك بيضه، شويه فلفل اسمر وشويه ملح، وتقوم مرباهم على شويه البشاميل الفايضين. تعملهم كويس طبعا عشان متكتلش، وتقوم مضيفيهم على الصينيه من فوق، هيخلي وش الصينيه احمر. طبعا هنا ضفت اهوت مكرونه بتاع جبنه موزاريلا عفوا، وحطيتها على الفرن. وخلي بالك لا تتلسع منك. بحطها بقى من تحت في الفرن من تحت على 180 درجه، وبولع من فوق. طبعا على ما تستوي من تحت كده يكون الوش من فوق اتحمر. انا حطاه من تحت مش من في الوسط. لو في اي وصفه جديده عايزينها تكتبولي في الكومنتات على اسم الوصفه.